حبايبنا عاملين ايه؟ اتمنى تكون بخير وبصحه وبسلام. انا عبد مسعد ودي ماده الدراسات الاجتماعيه. ان شاء الله النهارده طالعين معاك في اخطر فيديو هيعدي عليك في حياتك. ازاي يا مستر؟ جايب لك فيديو اسمه تسريبات الاداره. ايه تسريبات الاداره ده يا مستر؟ هتديني الامتحان ولا ايه؟ هديك الامتحان. بتهزر؟ والله ما بهزر، هديك الامتحان بجد. ازاي يا مستر؟ النهارده طالع لك في كل الجزيئات اللي بيجي عليها اسئله في الامتحان. اهم الجزيئات، يعني هتخش لازم 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 تلاقي نص الامتحان من الفيديو ده. نص الامتحان، ولو ربنا اراد باذن الله هيبقى كل الامتحان من الفيديو ده. بجد والله يا مستر؟ والله. طب وفيديو المراجعه؟ فيديو المراجعه ده للناس اللي ما لمتش حاجه خالص. روح اتفرج على فيديو المراجعه وبعد كده اتفرج على فيديو التسريبات. ماشي يا معلم؟ يلا بينا نشوف بقى الامتحان بيقول ايه. اول حاجه لازم يجيب سؤال عليها في الامتحان قلب قلبي هي خريطه الوطن العربي. خريطه الوطن العربي لازم يجي عليها سؤال. يا اما خريطه الوطن العربي كلها يا اما خريطه شبه الجزيره لوحدها. طب يلا بينا نحل واحده واحده مع بعض. بس بص، النهارده انا مش طالع اشرح، يعني خلي بالك انا مش طالع اشرح، انا طالع الخص وطالع اجري عشان الفيديو يبقى قصير وتلحق تذاكره كله وتبقى لامم الدنيا. انا جاي اقول لك خلي بالك من الجزئيات دي. تاني انا جاي اقول لك ايه؟ خلي بالك من الجزئيات، مش جاي اشرح. في بعض النقط الثقيله اللي هقف اشرحها تاني عشان عارف ان هي ممكن تبقى صعبه عليك. فاهمني؟ لكن انا جاي النهارده اقول لك خلي بالك. ماشي يا معلم؟ يلا بينا نحل الخريطه مع بعض. اول سؤال لك بيقول لك محيط. مستر هو هيسالني محيط انهي محيط؟ بص هيسالك على محيطين، يا اما المحيط اللي هو هنا ده كده وده اسمه المحيط الاطلنطي او الاطلسي، جميل، يا اما المحيط ده هنا كده، المحيط ده اسمه الهندي، جميل قوي. ماشي يا مستر، يبقى كده المحيطين اللي هيسالني عليهم. طيب رقم 2 بيقول لي جبال. عندي جبال هنا كده، جبال البحر الاحمر، لكن هنا بتسمى ايه؟ جبال الحجاز وعسير، جميل. رقم 3 بيقول لي هضبه. تعال نشوف رقم 3 فين. يا 3 يا 3 اهي. رقم 3 اهي. طبعا انت عارف ان هنا عند دوله ايوه جبال اطلس. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. تحصر بينها هضبه الشطوط. بس كده خلاص. شفت حليت ازاي؟ اهم حاجه تكون مذاكر. بس انا جاي اقول لك خلي بالك يمكن يجي السؤال ده في الامتحان، وهيجي السؤال ده، وهيجي خريطه الوطن العربي في الامتحان لازم. طيب تعال نشوف رقم 4 بيقول لك مضيق. عندي مضيق، انا عندي 3 مضايق عامه هنا، تمام؟ عندي المضيق ده اسمه مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق، ومضيق هنا اسمه باب المندب، ومضيق هنا اسمه هرمز. يبقى كده المضايق اللي عندي، كده المضايق اللي ايه؟ اللي عندي. جميل قوي. يلا بينا نخش في اللي بعد. تعالى بقى يا معلم، هيجيب لك السؤال بطريقه ثانيه. بعد ما يجيب خريطه الوطن العربي يجيب خريطه شبه الجزيره العربيه ويفصصها لك بقى. تعالى بقى معانا، يلا بينا توكل على الله. بيقول لك رقم 1. رقم 1 ده خليج ايه؟ رقم 1 ده خليج ايه؟ طبعا انت عندك خليج هنا اساسا انت عارفه، وده الخليج العربي. اما الخليج ده هو خليج عدن، خليج عدن. ماشي. رقم 2 المضيق ده لسه قايل لك عليه من شويه، الله ينور، باب المندب. ماشي. رقم 3 بيقول لك دوله تشرف على مضيق هرمز. المضيق ده في دوله بتشرف عليه. المضيق ده في دوله بتشرف عليه. لو اخدت بالك هو مشاور لك على السهم، على الحته دي والسهم ده، يعني الدوله دي كلها كده اهي بتشرف على مضيق هرمز. فكنا بنغنيها لما كنا بنقول دول الجناح الاسيوي، بنقول ايه؟ اليمن، عمان، امارات، قطر، البحرين. بس اقف مش عايز الباقي اهو، اليمن، عمان. يبقى دي دوله ايه؟ عمان. الله ينور. طيب جه في اللي بعده يقول لك هضبه. اللي في النص دي هضبه. احنا عندنا 3 هضاب، عندنا 3 هضاب. في الشمال اسمها باديه الشام، وفي النص نجد، وفي الاخر او في الجنوب اسمها حضرموت. الله ينور، جميل. طب يا مستر انت بتتكلم بسرعه ليه؟ قلت لك انا مش طالع اشرح، انا طالع اقول لك ركز على النقط دي، طالع احل معاك بمعنى اصح. ماشي؟ طيب جاي اقول لك الامتحان اهو، بس ما تقولش لحد دلوقتي ما تعملش فضيحه. طيب تعالى 3 خريطه معاك. يقول لك يجيب لك برده خريطه الوطن العربي. يقول لك رقم 1 المحيط. شفت اهو، سالك المره دي على المحيط ده. قلت لك هيسالك مره عند الاطلسي او الاطلنطي او المحيط الايه؟ الهادي. يبقى ده المحيط الهادي. جميل. طيب الهندي، اسف، الهندي ده المحيط الهندي. ماشي. بيقول لك رقم 2 جبال. رقم 2 جبال اللي هنا دي اللي كان عندها هضبة الشطوط. ايوه يا مستر، اطلس. الله ينور. رقم 4 اسف رقم 3 بيقول لك مضيق. بص الاسئله بتتكرر كتير قوي. احنا قلنا هنا مضيق جبل طارق، وهنا مضيق باب المندب. طب وهنا مضيق هرمز اللي بتشرف عليه مين؟ اليمن، عمان تشرف على مضيق هرمز. حلو. شفت الاسئله بتتكرر ازاي؟ سهله والله، مش فيش حاجه صعبه.
طيب بيقول لك رقم أربعة إقليم مناخي. الإقليم المناخي ده مش جنوب الوطن العربي؟ وإحنا في الأقاليم المناخية قلنا جنوب الوطن العربي. طب استنى، الإقليم ده كان بيقول إيه؟ الإقليم المداري جنوب الوطن العربي، الإقليم المداري جنوب الوطن العربي، جنوب الوطن العربي. معظم دولة السودان وكمان وسط الصومال، جنوب موريتانيا، جنوب موريتانيا، جنوب غرب الجزيرة. يبقى مين اللي معظم دولة السودان؟ الإقليم المداري. حلوة أوي، الله ينور يا مستر، يا سلام. بيقول لك رقم خمسة دولة مين دي؟ الدولة دي بص احنا كنا بنغنيها ازاي؟ اليمن، عمان، إمارات قطر، البحرين، كويت، عراق. أيوه يا مستر اقف، هي دي دولة العراق. الله ينور، شفت الأغنية حفظتك ازاي؟ طيب مستر، طب انا مش عارف الاغنيه كنا بنقول عليها ايه؟ اليمن، عمان، امارات قطر، البحرين، كويت، عراق، سوريا، اردن ولبنان، سعوديه وفلسطين. الله، ورحت ايه مكمل. يلا بينا معانا. بيقول لك خلاص قلنا رقم 5 6 انهي بحر؟ انا عندي بحرين عشان تبقى عارفهم. عندي البحر ده كده، اهو النايم ده بحر، اللي هو المايل بحر احمر. طب والنايم متوسط، المايل احمر، نايم متوسط. خلاص جميل قوي، ادي كده الخريطه خلصت. بص بقى معايا اللي جاي ده بقى، انا حليت معاك الخريطه عشان دي مهمه. طيب انا عامل لك كورس خرايط، خلي بالك في الخرايط دي كمان برضو هتلاقيها على القناه عندك، كورس خرايط الاولى وثانيه وثالثه. خش على الفيديو ده ليك انت بقى، هتلاقيني لامم لك كل تفاصيل خريطه الوطن العربي كلها او الخرايط كلها عامه في الفيديو ده. ماشي يا معلم؟ يلا بينا بقى نخش. ايه اللي جاي ده بقى؟ هعمل فيه ايه؟ اللي جاي فيه انا هلخصه لك، هقف لك على اهم النقط اللي عايزك تحفظها او عايزك تركز فيها. اقول لك خلي بالك، اقف هنا، خلي بالك، ركز في دي. يعني انا مش هشرح عشان ما حدش يجي يقول لي ايه ده مستر، هو ده طريقه شرحك؟ هو انت بتجري كده وبتتكلم بسرعه؟ لا، انا عايز اخلي الفيديو صغير وجاي اقول لك ركز. طب الفيديو المراجعه؟ لا مش هجري، هقف وهتلاقيني واقف على تفاصيل التفاصيل. ده فيديو المراجعه هاخد فيه وقتي بقى. ماشي يا معلم؟ يلا بينا. تعالى اول حاجه عندنا لازم نخلي بالنا منها، وهي دوله جزر القمر. دوله جزر القمر بيجي عليها سؤال، قال لك تقع في المحيط الهندي، تقع في المحيط الهندي، وهي الدوله العربيه الوحيده خارج نطاق الموقع الفلكي. طب موجوده فين بالظبط؟ موجوده فين بالظبط؟ يقول لك تقع جنوب خط الاستواء. كنا بنقول ايه؟ دوله جزر القمر في المحيط الهندي جنوب الاستواء، في المحيط الهندي جنوب الاستواء، وهي الدولة الوحيدة العربية اللي خارج نطاق موقع الفلكي للوطن العربي. طبعا انت عارف الكلام ده. اللي بعده معلم، قال لك يجي سؤال يقول لك ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية. يعني حدودنا كلها جبال، هضاب، بحار، محيطات، كل الكلام ده يفيدنا بإيه؟ يدينا نتيجة بإيه؟ هتقول له احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربية واتصال الوطن العربي بالعالم الخارجي. ازاي يا مستر؟ ما هو البحار والحدود دي كلها بتساعدني ان انا ادخل سفن واتوصل بالعالم الخارجي بسهوله. يجي سؤال تاني يقول لك متفسر الاهميه الحضاريه. اول ما يقول لك الحضاريه افتكر الحضاره، قول له القيام على ارضه. ايه القيام على ارضه؟ بعض الحضارات زي، قول له الحضاره الفرعونيه، حضاره بلاد العراق، حضاره بلاد الشام، وحضاره بلاد اليمن. بس كده يا مستر؟ بس كده. طب يلا بينا نخش في اللي بعده. يا مستر انت مش بتشرح. انا قلت لك انا مش جاي اشرح، انا جاي الخص وجاي اقول لك الامتحان. الاهميه الدينيه برضو يجي عليها سؤال. اول ما يقول لك الاهميه الدينيه افتكر اي حاجه فيها دين، قول له بس كان مهدي للديانات دين. شفت؟ كان مهدي للديانات، يهوديه، مسيحيه، اسلاميه، به اماكن مقدسه، به اماكن مقدسه، ايه الكعبه المشرفه، ايه المسجد الاقصى، مسجد قبه الصخره، وكنيسه ايه المهد. شفت؟ عرفت تحفظها كده؟ ارجع بقى الفيديو وخد الاغنيه دي. يلا بينا يا معلم وشوف اللي بعد. يجي يقول لك السؤال الثاني، يقول لك الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه، وده انا متوقع هتلاقيه عندك ايا كان المحافظه. طبعا احنا جاي طالعين مش بنخاطب محافظه اسكندريه بس، يعني انا من اسكندريه، احنا مش طالعين نخاطب اسكندريه بس، احنا طالعين نخاطب كل محافظات اسكندريه. كم من الطلبه اللي بتكلمنا على المراجعات والحاجات دي انا منزلها عشان كلكم، مش اسكندريه بس. انا طلبتي في اسكندريه في السنتر اعمل لهم المراجعه واعمل لهم الكلام ده كله. ده يعني طبيعي بتاعهم، بس انا السنه دي عشان المحافظات كلها يا باشا خلاص هنولعوا الدنيا. الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه، السؤال ده اتكرر في محافظه الشرقيه قبل كده ومحافظه الجيزه والقاهره. تقول له ايه اول ما يقول لك الاهميه الاقتصاديه؟ قول له بص كنا بنغنيها ازاي؟ تنوع الموارد الاقتصاديه بسبب تنوع
الأقاليم المناخية والحياة النباتية وتكوينات الجيولوجية. تاني يا مستر. تنوع الموارد الاقتصادية بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية وتكوينات الجيولوجية. طب بشاور على الأرض ليه؟ عشان التكوينات الجيولوجية دي في الأرض. أنا مش بشرح، أنا مش جاي أشرح النهاردة، أنا بلخص. طيب عندي بترول وغاز طبيعي على أرضه. حلو جميل، أنا عارف الكلام ده. وتحكمه في طرق التجارة العالمية، موقعه المتوسط بين قارات العالم، إشرافه على 3 أذرع. إشرافه على 3 أذرع، يعني أذرع مائية، يعني بحر، حاجة كبيرة زي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ال3 بحار المهمين اللي عندك. حلو، حلو قوي قوي قوي. تحكمه في 4 ممرات مائية، ال4 مضايق بمعنى أصح. قول له تحكمه في أهم المضايق، ويقول له المضايق بتاعتك مضيق هرمز اللي انت فاكره بقى، مش شرط بالترتيب، مضيق باب المندب، مضيق الجبل طارق، وقناه السويس. طيب مستر، انت قلت لي اهميه اقتصاديه واستراتيجيه، يعني ايه اهميه استراتيجيه؟ او يجي عليها سؤال ازاي؟ يقول لك عرف الاهميه الاستراتيجيه. الاهميه الاستراتيجيه، قول له هي الاهميه وقت السلم والحرب والازمات. طبعا هي مش باينه قدامك دلوقتي عشان المعلمه دي مداريه علينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. المهم انت عارفها وهتلاقيها عندك. طب يلا بينا نخش في اللي بعده. يقول لك الاهميه الاستراتيجيه. ما النتائج؟ ايه اللي حصل لما كان عندي اهميه استراتيجيه؟ طبعا ده اداني ميزه كويسه عند الناس، اداني ميزه كويسه قدام الناس، فخلى الناس طمعانه فيا. ازاي؟ تعرض الوطن العربي للاستعمار. جميل. نهب الخيرات وقسمي الوطن العربي لدول مختلفة المساحة وعدد السكان، فصل بينها بحدود سياسية مصطنعة. يعني ايه حدود سياسية يا مستر؟ معلش هنقف على الحتة دي. بص يا حبيبي، احنا الوطن العربي كنا عاملين كده خلاص، ما كانش في بيننا وبيننا حدود، كنا بنعرف نروح دي مثلا، دي دولة، دي الثانية، دي الثالثة. كانت الدولة دي الشخص اللي هنا عايز يروح رقم 1 يعدي عادي، ما حدش يكلمه. بس الاستعمار لما جه احتلنا وهو ماشي قسمنا وعمل حاجة اسمها حدود سياسية مصطنعة. فبقى رقم 3 من الدولة دي عايز يروح رقم 2 لازم يعدي على الحدود السياسية دي بقى، وتأشيرة وفيزا وأمن يوقفوه مش عارف كل الكلام ده، فخلى بيننا وبين بعض فواصل. حلو قوي يا مستر. وقفت انت على الحتة دي اشمعنى شرحتها؟ في بعض النقط اللي لازم اقف عليها اشرحها عشان مهم. قال لك ما النتائج على الاستعمار الاوروبي؟ الاستعمار الاوروبي الوطن العربي عمل فينا ايه الراجل المحترم ده؟ قال لك حدوث بعض المشكلات، ساب لنا مشكلاته وهو ماشي. مشكله فلسطين واحتلال اليهود دي لحد دلوقتي، الله يكون في عون اخواتنا في فلسطين. مشكله جنوب السودان ودارفور. حلو. ومشكله المغربيه بين سبته ومنيله. طبعا المدن دي المغرب بتتخانق هي واسبانيا على الدولتين دول. هتاخدها في ثالثه ثانوي ان شاء الله لو انت ادبي. ماشي يا مستر. يلا بينا نخش في اللي بعده حبيب قلبي. يلا يا بيضه، يلا بيضه، يلا يا بيضه، يلا يا حلوه يا جميل. يجي لي سؤال يقول لي عرف الجبال الالتوائيه. قول له هي جبال تنشا نتيجه الحركات الالتوائيه. بجد والله؟ والله سبحان الله. طب والجبال الانكساريه؟ قول له نتيجه تنشا حركات الانكساريه. يا سلام يا ولد يا لعيب. يبقى دي قول له نتيجه الحركات الالتوائيه، ودي جبال تنشا نتيجه الحركات الانكساريه. طب دي من ضمنها زاجروس، كردستان، اطلس، وكمان عمان. زاجروس، كردستان، اطلس، عمان. زاجروس، كردستان، اطلس، وكمان عمان. طب عندي جبال انكساريه، جبال البحر الاحمر والشام. تعال بقى ناخد واحده واحده فيهم كده، الاهم فيهم بيجي ازاي. تعال. جبال اطلس قلنا بتمتد من الشرق، من الغرب للشرق، من الغرب للشرق. طبعا الاتجاهات لو انت ناسيها، الاتجاهات يا حيوان قايلها في كورس الخرائط، ارجع له. بيتعدي على المغرب وتونس والجزائر. بتعدي على المغرب وتونس والجزائر. طب اطلس بسميها بس كده؟ لا، عندي ليها مسميين، اطلس التل واطلس الصحراء. التل في الشمال، طب والصحراء في الجنوب. في وسطهم هضبه قلت لك عليها في الخريطه، تحصر بينهما هضبه الشطوط. جميل. خش يا مستر في اللي بعده. خلي بالك طبعا انت مش فاهم احنا بنعمل ايه. لا انا جاي اقول لك، هو بص هيجيب لك سؤال في الحته دي، خلي بالك منها. هيجيب لك سؤال في الحته دي، خلي بالك منها. هيجيب لك سؤال في جبال البحر الاحمر. ازاي يا مستر؟ يقول لك
تسمى جبال البحر الأحمر في مصر والسودان بجبال إيه؟ قول له جبال البحر الأحمر. طب تسمى جبال البحر الأحمر في السعودية بجبال إيه؟ قول له جبال الحجاز وجبال عسير. طب تسمى جبال البحر الأحمر في اليمن بجبال إيه؟ قول له مرتفعات اليمن. بس كده مثلا، بس حبيبي، عشان مش لازم أقول لك السؤال كده أهو هيجي بالظبط، ما ممكن يغير فيه، ممكن يجي يقول لك صح وغلط. تسمى جبال البحر الأحمر في السعودية باسم جبال الحجاز وعسير، صح ولا غلط؟ فاهم قصدي؟ أنت فاهم دماغي أنا ماشية إزاي؟ ماشي يا حبيبي، يلا بينا. السؤال اللي بعده يجي يقول لك عرف الواحات. عرف الواحات. الواحات قول له دي كانت ارض، دي ارض منخفضه في الصحراء. دي ارض منخفضه في الصحراء، مالها؟ صالحه للحياه، يعني تنفع للحياه، بيها مياه جوفيه من الابار والعيون، زي سيوه في مصر وكفره في ليبيا. انت بتحب كده، انت تموت في الاغاني، تموت والمستر قاعد يسقف ويهزر يلا، لكن اشرح انت كلب، انت كلب. يلا حبيب قلبي في اللي بعده. قال لك بما تفسر اهميه الواحات. اهميه الواحات، مالها الواحات؟ ليها اهميه، مش فيها مياه جوفيه وارضها صالحه للعيش، فيها ارض خصبه، يبقى فيها مياه جوفيه وارضها خصبه للزراعه، بس خلاص يعمل سكانها بالزراعه وتربيه الايه؟ الحيوان. يا حيوان، مش انت اكيد، يعني انا بشتم التاني، مش انت حبيب بابا، مش انت. طيب يجي سؤال بعد يقول لك اهميه الاوديه الجافه. الله يا مستر، الاوديه الجافه ليها اهميه؟ دي مش كانت ميه، مش كان مجرى مائي ثم جفت؟ مش ده التعريف بتاعها يا مستر؟ ايوه ركز فيه، مش ده يا مستر. طب ايه فايدتها؟ لا يا حمار، مش كان فيها ميه وجفت، بس هستخدمها لطرق المواصلات، هستخدمها لطرق المواصلات. وايه كمان؟ يسهل الحصول منها على المياه الجوفيه. سهل ان انا اعرف اجيب منها مياه جوفيه، سهل ان انا اعرف اجيب منها مياه جوفيه. مش هي كان فيها مياه جوفيه وجفت؟ خلاص احفر يا باشا تجيب منها مياه. يلا بينا اللي بعده. ايه اللي بعده؟ انا مش طالع اشرح، بس المره دي هقف اشرح الصراحه بقى. انا قلت مش طالع اشرح، انا طالع الخص. ماشي، تعالى بقى نشوف بقى. درس الاقاليم مهم قوي، مهم قوي، مهم قوي. نيجي اول سؤال يقول لك من النتائج ايه اللي حصل لما تنوع في المناخ؟ ايه اللي حصل لما تنوع في المناخ؟ قول له ترتب على ذلك حصل عندي تنوع في النبات الطبيعي وتنوع في المحاصيل الزراعيه، فساعدني على حاجه اسمها التكامل. يعني ايه يا مستر التكامل؟ انت دوله السعوديه وانا دوله مصر. انت السعوديه بتزرع قمح وما عندكش رز، وانا بزرع رز وما عنديش قمح. هاجي اقول لك يا سعوديه اديني اللي ناقص عندي واديك اللي ناقص عندك، يبقى انا كده عملت حاجه اسمها تكامل. الله ينور. طيب تعالى بقى نشوف الاقاليم. اقليم البحر المتوسط كنا بنقول عليه ايه؟ في الاطراف الشماليه المطله على البحر المتوسط. الاطراف الشماليه المطله على، يعني اي حته عند البحر المتوسط قول عليها اقليم بحر متوسط. بالناحيه، جايب لك من ناحيه. طب تعالى مثلا نقول دول الاقليم. عندي لبنان، مصر، ليبيا وكمان المغرب. لبنان، مصر، ليبيا وكمان المغرب. طب تعالى نشوف الخصائص المناخيه، الحاجه اللي بتميزه. قال لي صيفا ترتفع الحراره، الحراره مرتفعه طبعا زي ما احنا موجودين، وشتاء بتعتدل، عندنا فعلا، وتسقط الامطار. الله يا مستر، يعني هو ده الاقليم بتاعنا؟ هو ده الاقليم بتاعنا. طب تعالى نشوف النباتات اللي موجوده فيه. عندي غابات معتدلة تنمو فوق منحدرات الجبال غزيرة الأمطار، زي جبال أطلس، مرتفعات العراق والشام. عندي بلوط فليني صنوبر أرز، كنت بقولها كده، بلوط فليني صنوبر أرز، بلوط فليني صنوبر أرز، بلوط فليني صنوبر أرز، أطلس وعراق وبالشام. بس خلاص، السلام عليك يا واد يا لعيب. طب عايزين حاجة هنا؟ لا مش عايزين حاجة هنا. أنا نخش في الإقليم اللي بعده. قبل ما اخش على الاقليم الصحراوي لازم اخد الاقليم المداري. ليه يا مستر؟ عشان الصحراوي موجود بين المداري والصحراوي، المداري والمتوسط، فعشان تعرف ده لازم تفهم ده الاول. يلا بينا نخش على المداري. كنت بقول اغنيه ازاي بقى؟ بص بقى، دي الاغنيه اللي حليت بيها، انا حليت بيها سؤال الخريطه، فانت هتحل بيها كده ازاي؟ الاقليم المداري جنوب الوطن العربي، معظم دوله السودان، معظم دوله السودان، وكمان وسط الصومال، جنوب موريتانيا، جنوب غرب الجزيرة. ماشي ماشي كده، أنا حفظت الأغاني، كده أنا حفظت الموقع موجود فين بالظبط، عشان يجي سؤال في خريطة يحط علامة على معظم دولة السودان زي ما كان حاطط من شوية وقال لك إقليم إيه ده؟ قول له المداري، المداري يا باشا. طب تعالى نشوف دول،
تعال نشوف الخصائص المناخيه. قال لي صيفا بترتفع الحراره، يلا بجد والله وتسقط الامطار. ايه ده، ايه الاقليم المجنون ده، والله اقليم مجنون. طب وشتاء تنخفض الحراره ويسود الجفاف. مستر الكلام ده مش طبيعي بالنسبه لي، بس افتكروا بالمجنون. يبقى المداري اقليم مجنون عنده ارتفاع في درجه الحراره صيفا وتسقط الامطار. امطار بتنزل في الصيف طب وفي الشتاء تنخفض الحراره ويجف، مفيش امطار. مجنون ده مستر، مجنون ده مستر، بس خلاص. الاقليم المداري هو الاقليم المجنون. طيب تعال عايزين نشوف النبات بتاعه. قال لي عندي غابات مداريه تشبه الغابات الاستوائيه. بص بقى السؤال ده يقول لك بما تفسر اشجار الصمت. يا ابني بقى ما تغلبنيش. صغر القلم يا ابني عشان هو مش راضي يعمل. قال لك اشجار الصمت مالها مستر؟ ليها اهميه اقتصاديه. قول له يستخرج منها الصمغ العربي. هيجي لك سؤال كده في الامتحان يقول لك بما تفسر اشجار الصمت او اهميه الاقتصاديه لاشجار الصمت. قول له يستخرج منها الصمغ. خلاص ماشي. عندي حشائش السافانا بتتدرج في الطول حسب كميه المطر. حلو جميل قوي يا مستر، انت كده فل الفل. تعالى بقى نشوف الاقليم الصحراوي. قال لك بيمتد بين خلي بالك بين الاقليم المتوسط والمداري. يعني المتوسط فوق والمداري تحت، هو في النص. يشغل 80% من مساحه الوطن العربي. كل الصحراء اللي في النص اقليم صحراوي. طب الخصائص المناخيه، بص. مناخ قاري شديد الحراره، مناخ قاري شديد البروده. صيفا مناخ قاري شديد الحراره، شتاء مناخ قاري شديد البروده. صيفا مناخ قاري شديد الحراره، شتاء مناخ قاري شديد البروده. حلو يا مستر. تعال نشوف النبات بتاعه. قال لك بيتنوع حسب كميه المطر. عندي حشائش قصيره في الامطار القليله. حلو قوي، قصيره امطار قليله. كل ما الامطار زادت يبقى عندي حشائش طويله. لا ما تفتيش، افتكرها. الراجل الصحراوي ده عنده مناطق فيها امطار قليله، يبقى ايه؟ حشائش قصيره. وعندي نباتات شوكيه كالصبار في المناطق نادره الامطار. يا ولا يا مستر، ايه ده؟ يعني انا كده ثواني رتب بقى افكارك كده معلش. حشائش قصيره في المناطق قليله الامطار. نباتات شوكيه بتشوك في مناطق نادره الامطار. بص هنزل تحت خلاص اهو. ماشي. طيب عايزين حاجه هنا؟ لا مش عايزين حاجه. يلا بينا في اللي بعده. يلا بينا مستر في اللي بعده. قربنا نخلص جزء الجغرافيا. قال لك الزياده الطبيعيه. هيقول لي عرف الزياده الطبيعيه. مالها يا مستر؟ قول له دي الزياده. مش قال لك دي زياده طبيعيه؟ قول له دي زياده. طب زياده ايه؟ زياده سكانيه ناتجه عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات. مش فاهم. عندي عدد المواليد 20 شخص وعدد الوفيات 15، اتبقى معايا 5. دي الزياده الطبيعيه بتاعتك. عدد المواليد الناتج هو ده الناتج عن الفرق عن ناقص. فهمت التعريف؟ ماشي. طيب يا مستر، طب مستر انا عندي الزياده الطبيعيه مرتفعه. احنا نموت في الخلفه. ليه بس؟ ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. عندي المواليد كتيره والوفيات قليله، فطبيعي الزياده الطبيعيه كبيره. ماشي. طب لو عندي الوفيات اعلى من المواليد، يبقى انا كده ما عنديش زياده طبيعيه، مش مرتفعه. خلاص. طيب يجي سؤال تاني بما تفسر. يقول لك انخفاض معدل المواليد في الوفيات في الوطن العربي. قول له تقدم الرعايه الطبيه، تحسين احوال صحيه، ارتفاع مستوى المعيشه. كده بكل الكلام ده كده. طب عايزين حاجه هنا مستر؟ لا. طيب لا معلش، ارجع لي تاني والله في حاجه مهمه لازم اقف عليها. عندي معدل مواليد منخفض. ماشي جميل قوي. طيب ومنخفض في بعض الدول. مرتفع. يعني هو عندي وفيات قليله في الوطن العربي، ما عدا دول عندي الوفيات فيها كتير، ناس بتموت كتير. زي مين؟ سوريا وفلسطين، صومال وعراق. ليه؟ بسبب الحروب والمجاعات. في حروب كتيره ومجاعات والناس مش لاقيه تاكل. لازم برضو خلي بالك من النقطه دي. طب السؤال اللي وراه خلي بالك. يقول لك الزياده الغير طبيعيه. ايه دي يا مستر؟ الهجره. يعني ايه يا مستر الهجره؟ هقول لك التعريف دلوقتي بتاعها. الهجره بتؤثر في النمو السكاني. طب مستر قول لي الهجره قبل ما نخش عشان افهم. بص يا حبيبي، الهجره انا بسافر من مصر رايح ليبيا.
انتقال من مكان لاخر بهدف الاقامه، يبقى انا كده عملت هجره، زودت عدد السكان وانا مش من سكانهم اصلا. فقال لك تؤدي الى زياده عدد السكان الدول المستقبله. يعني ايه الدول المستقبله؟ مش انا رحت ليبيا، ليبيا دي بقى من الدول المستقبله، زي دول الخليج العربي. كلنا بنحب نسافر الكويت، كلنا بنحب في ناس يعني انتوا ممكن يكون والدك ولا خالك عمك اخوك مسافر الكويت بيشتغل هناك، فاهمني؟ عايز تسافر الكويت، عايز تسافر السعوديه، كل ده فاهمني؟ طيب يلا بينا نخش في اللي بعده يا استاذ. خش يا استاذ، تعالى بقى نشوف الايه؟ تعريف الهجره. قال لك ده انتقال الفرد من منطقه لاخرى. عايز ايه؟ بهدف الاقامه والعمل. بغرض الإقامة والعمل أو بهدف الإقامة والعمل. لو قلت دي أو قلت دي صح عادي، مش هيحصل حاجة، مش هيحصل حاجة. لسه فاضل لنا شوية، لسه هريحك دلوقتي قبل ما نخش التاريخ. خلاص؟ طيب يلا بينا مستر، يلا بينا حبيب قلبي المستر، تعال. يجي السؤال ده جالك كرر في 4 محافظات السنة اللي قبل اللي فاتت. قال لهم بما تفسر يفضل سكان اليمن ولبنان سكني الجبال. ليه دول بالذات عايزين يسكنوا الجبال؟ قول له بسبب اعتدال مناخها. واسكت بس يا مستر. والله واسكت ما تزودش، هتاخد الدرجه برضه. خلاص ماشي يا مستر. يقول لك سكان الصحراء. الدرس الاخير جغرافي، خلاص والله، وهديك ريست. سكان الصحراء في تناقص مستمر. في الدرس الاخير جغرافيا خلي عندك قاعده ثابته. هقف هنا معلش. خلي عندك قاعده ثابته. انا عندي دوله هنا ودوله هنا. هنا السكان الريف، وهنا المدن. خلاص الريف بيروحوا المدن، فبيؤدي الحاجتين: تناقص السالب ده يعني تناقص اعداد الريف، والموجب ده يعني زياده، تناقص اعداد الريف وزياده عدد المدن. حلو. طب لما يقول لك بما تفسر الهجره المستمره للمدن، قول له زياده عدد سكان المدن وتناقص عدد سكان الريف. طب مستر ايه علاقته بالصحراء؟ هتفهمها. بص، تحول اعداد كبيره للعمل بالتعدين واستخراج البترول. ايه يا مستر؟ طب كمل. هجرة اعداد كبيرة للقرى والمدن القريبة. احنا دايما بنروح للمدن والقرى اللي جنبنا. جميل قوي. قيام الدول العربية بتوطينهم في القرى بهدف تعمير الصحراء. في دول عربية بتقول للسكان بتاعتها امشوا من الصحراء دي، احنا عايزين نستغلها، روحوا اقعدوا في المدن او القرى اللي جنبكم، ما تقعدوش هنا. فالناس بتسمع الكلام. طب يلا بينا في اللي بعده بقى. بص بقى، هو ده اللي انا قلته. بما تفسر سكان الريف فتناقص مستمر. ليه في تناقص؟ لما قلت لك سالب هنا اهو. ليه في تناقص؟ ليه بنقل؟ قول له بسبب الهجرة المستمرة من الريف للمدن. والدول العربية بتعمل حاجة بتسعى لتقليل هجرة السكان دي. عايزة تعمل ايه؟ بتوفر فرص عمل بهدف المحافظة على الأراضي الزراعية. لما الناس كلها تمشي من الريف وتروح المدن، مش في أراضي زراعية المفروض الناس تشتغل فيها هناك؟ مشيتوا وسبتوها كده، بوظناها كده، باظت. فالناس بتحاول توفر فرص عمل عشان الناس تفضل قاعدة في الريف وتفضل تحافظ على الأرض الزراعية. حلو. طب يجي لي السؤال الثاني بالصياغة الثانية. بص. سكان الحضر هم المدن في تزايد مستمر. انت لو كنت فاهم القاعده اللي عملتها لك هنا دي وقلت لك الريف بيروحوا للمدن، فهنا في تناقص وهنا في تزايد حلو. قول له الهجره من الريف للمدن. يا ولا عندي مدن بتروليه، عندي مدن صناعيه، عندي مدن بتروليه، عندي مدن صناعيه. البتروليه في الخارج والصناعيه سوريا ومصر. خلاص كده. طيب خش بقى في اللي بعده. عندي نتيجة. اللي حصل لما حصل هجرة من الريف للمدن يا مستر، يبقى تناقص سكان الريف وزيادة سكان المدن. حلو جميل. بس كده وظهور حاجة كمان، أحياء عشوائية. مستر طب والباقي مش هقوله؟ لا مش هتقوله دلوقتي. هتقول له تناقص سكان الريف، تزايد سكان المدن. القاعدة اللي قلناه وظهور الاحياء العشوائيه. طب مستر ايه الاحياء العشوائيه دي؟ يجي لي عليها سؤال يقول لك عرف الاحياء العشوائيه. قول له دي مناطق تنشا دون تخطيط، تنشا حول المدن دون تخطيط، تفتقر للمرافق والخدمات، ترتفع بها الكثافه السكانيه. لا مستر غنيها لك. يا سلام، عيني عشانك.
أحياء العشوائية تنشأ حول المدن، تنشأ دون تخطيط، تفتقر للمرافق، تفتقر للمرافق، تدني في الخدمات، تدني في الخدمات، بها زيادة سكانية وهي مشكلة سكانية. تاني، الأحياء العشوائية تنشأ حول المدن، تنشأ دون تخطيط، تدني في المرافق، تفتقر للمرافق، تدني في الخدمات، بيها زيادة سكانية وهي مشكلة سكانية. بس كده، رجع بقى الفيديو واحفظ تاني. طيب تعالى بقى آخر، خلاص قربنا نخلصه الجغرافيا. قال لك ارتفاع نسبة الإعالة. الإعالة دي يا مستر صغار أو كبار السن؟ صغار السن أو كبار السن. بس خلاص يا مستر، أنا كده وصلت لي. هتقول له إيه؟ هتقول لي يا مجنون. هقول له يا مستر بسبب ارتفاع نسبة صغار السن وبسبب نسبة ارتفاع كبار السن. بس كده؟ بس كده خدت الدرجة. ولو عايز تكمل كمان قول له ارتفاع نسبة ما هم في سن العمل، في سن التعليم بالنسبة لعدد السكان، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. يعني ايه بطالة؟ شاب زيي مش لاقي شغل، يبقى كده راجل عنده بطالة. بس كده يا مستر، بس كده يا حبيب قلب المستر. كده دخلنا في جزء التاريخ. خد ريست وريح وتعالى لي يا معلم. روح بقى اشرب كوبايه ميه بقى وبتاع وزوق حالك وتعالى يا باشا. يلا بينا يا معلم نرجع مع بعض. يعني طبعا انت اخدت ريست، انا مش هاخد ريست، ماشي؟ يلا بينا. يجي سؤال في الامتحان يقول لك عرف الحنيفيه ويسكت. مستر يعني ايه حنيفيه؟ عباده الحنيفيه ولا يا حمار مش فاكرها؟ مستر افتكرت، هي عباده الله وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم، وبقى القليل من الحنيفيه بعد انتشار الاصنام. مستر عليا اقول الجمله دي؟ لا مش عايزك تقولها. لو قلت لي هي عباده الله وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم اخدت الدرجه، والله اخدت الدرجه مش هيقف لك. خلاص. طب تعالى بقى السؤال في اللي بعده. يقول لك بما تفسر. السؤال ده كان بيتكرر كل سنه، لازم يكرر كل سنه في جزء التاريخ. طب انهي محافظه يا مستر؟ ما هو احنا محافظه اسكندريه، انا بخاطب الباقي كله يا حمار. مش هاجي اقول لك اسكندريه جت فيها والغربيه ما جاتش، فبتاع الغربيه ما يركز. طب افرض جت فيك، افرض جت في سنتك يا حمار. طيب، ساد النظام القبلي. يعني ايه ساد؟ انتشر النظام القبلي في شبه جزيره العربيه. يعني ايه نظام قبلي؟ قبيله، بقينا كل واحد قاعد في قبيله. طب يعني ايه قبيله يا مستر؟ قبل ما نخش يقول لك عرف القبيله. قول له دي مجموعه من الناس ينتمون لاصل واحد تربطهم رابطه الدم والعصبيه والنسب. بس كده. دول مجموعه من الناس بينتموا لاصل واحد. خلاص. طب يلا بينا نقول له ازاي. بص كنت بقول لهم كده، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكمها، وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد. لكل قبيلة شيخ. بص قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكمها، وقانون يحدد الحقوق والواجبات. طب عندي قبائل مشهورة، قبيلة قريش في مكة، أشهر القبائل اللي احنا عارفينها. طيب مثلا في الحياه الاقتصاديه انت عارف عايز اي حاجه، عايز حاجه صغيره. الحرفه السائده كانت الرعي، واللي كانت قليله ندره الامطار الزراعه. بالعقل كده عندي ندره امطار، ما عنديش امطار، هعرف امارس زراعه؟ لا. عايز منها حاجه تاني، عايز منها الجزء الصغير اللي تحت. المكانه التجاريه المتميزه لاهل مكه. كنا بنعمل رحلتين. قول له لانهم قاموا بتنظيم رحلتين، ولازم تقول له الرحلتين، ما تسكتش تقول له الرحلتين وبس. قول له الرحلتين، رحله الشتاء الى اليمن والصيف الى الشام. مستر احفظها ازاي؟ اللي فيها شين ما تحطلهاش شين، واللي ما فيهاش شين حط لها شين. مش فاهم؟ الشتاء فيها شين قول له اليمن، والله بجد. طب وصيف ما فيهاش شين قول له الشام. فاهم؟ طيب يلا بينا نخش في اللي بعده. خش يا واد يا حلو يا جميل. يقول لك لم تكن الاسواق في شبه الجزيره العربيه للتجاره فقط. ما كناش بنتاجر بس. تروح قايل له ايه؟ كانت ايضا ميدانا للتنافس الشعراء والخطباء. الشعراء يقفوا قصاد بعض ويحاربوا بعض بالشعر والكلام. من اشهر الاسواق عندي سوق عكاظ وذي المجاز. اشهر سوقين عندي سوق عكاظ وذي المجاز. يقول لك من اشهر الاسواق، صح وغلط؟ من اشهر الاسواق في شبه الجزيره العربيه سوق عكاظ وذي المجاز، صح ولا غلط؟ صح. خلاص يا معلم يلا بينا. تعال نخش في اللي بعده. قال لك بما تفسر تسميه عام 570 بعام الفيل. بما تفسر، طبعا انت عارف الحكايه بتاعته. قول له
لأن هذا العام حاول إبرهة الحبشي. مين ده؟ حاكم اليمن. هدم الكعبة وجهز جيش كبير يضم عدد من الأفيال، ولكن الله حفظ إيه؟ الكعبة. حلوة قوي. ماشي. أنا جاي أقول لك ركز في النقط دي. طب بما تفسر قال لك محاولة إبرهة الحبشي هدم الكعبة. ليه كان عايز يهدم الكعبة؟ فاكر لما قلت لك عنده كنيسة في اليمن؟ عنده كنيسة في اليمن ما حدش بيروح يزورها، لكي يصرف العرب عن زيارة وتعظيم الكعبة، ويروحوا فين؟ يتجهوا لزيارة كنيسته التي بناها بأرض اليمن. بأرض اليمن. طيب عايز حاجة هنا مستر؟ لا مش عايز حاجة هنا خالص. يلا بينا نخش في اللي بعده. طيب يقول لك سؤال تاني. ليه الناس بترسل أبنائها إلى البادية؟ البادية دي يا مستر الصحراء. قول له لأن العيش في البادية أو العيش في الصحراء بيكسبهم 3 حاجات: قوة البنيان، فصاحة اللسان، ورجاحة العقل. الله، قوة البنيان، فصاحة اللسان، رجاحة العقل. بس خش يا واد في اللي بعده يا حلو يا جميل. قال لك من النتائج المترتبة على اشتغال او عمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الاغنام. استفاد حاجه من ده؟ طبعا يا مستر، ده اكتسب عده صفات منها الشجاعه والرحمه والعطف والصبر والتواضع. حلو جميل. طب اللي بعده. يا سلام يا واد يا حلو. عايز حاجه من هنا؟ بص بقى، انا عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش طفولته وشبابه في رعايه ربه، وكان النبي يخرج لغار حراء. افتكر لي غار حراء ده عشان هنكرر لك تاني غار هيبقى عليك دلوقتي. اصبر. غار حراء وغار اصبر جاي والله ما تقلق. خليك فاكر بس غار حراء. خلاص؟ يبقى الغار الحراء ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد فيه. يبقى غار حراء يبقى النبي كان بيتعبد فيه. طب خش في اللي بعده. الوحي لازم تفهمه او لازم تعرفه. الوحي نزل فين؟ في غار حراء. شو هو كان بيتعبد في غار حراء؟ يبقى الوحي نزل عليه في غار حراء. خلاص. طيب مين اللي بلغه؟ مين اللي طمأنه؟ مين اللي راحت ليه السيدة خديجة؟ تعالى ورقة بن نوفل. ده كان على دين سيدنا إبراهيم، وقال له ما تقلقش، ده الراجل ده كان عالم الإنجيل. قال له ده الناموس، يعني الوحي اللي نزل على مين؟ على سيدنا موسى. بس كده خلاص. فهمت؟ يبقى ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة. لازم تعرف الشخصيات دي. طيب خش يا باشا في اللي بعده. مستر المراحل عايز فيها حاجة؟ المراحل مش عايزك منها حاجة كتير غير تعرف اللي جاي. أول من آمن من نساء السيدة خديجة. بس كده. وأول من آمن من الرجال أبو بكر. وأول من آمن من الصبية ابن عمه علي بن أبي طالب. وأول من آمن من الموالي يعني الخدم يزيد بن حارثة. وكان عددنا وقتها أكتر من 30 مسلم. خلاص خش في اللي بعد. يقول لك بما تفسر. قريش كانت رفضت دعوة قريش منذ اللحظة الأولى. كانت فاكرة ظنت أن الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل. كانت فاكرة أن الدعوة دي بتهدد مصالحها، وأن الدعوة الإسلامية بتخالف دين آبائهم وأجدادهم. إحنا باشا هنأمن بدينك اللي هو مش بتاعنا. آبائنا وأجدادنا على دين إحنا هنأمن بيه. خلاص؟ طيب مستر إحنا مش بنشرح. والله أنا مش بشرح يا حيوان، أنا جاي ألخص. ماشي. ما النتائج المترتبة؟ لما قريش رفضت الدعوة عملت إيه؟ راحت قريش أذت النبي. قل له قامت قريش بإيذاء النبي واتهامه بالسحر والجنون والكذب. وقامت قريش بتعذيب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ففشلت. طب ما النتائج المترتبة على فشل قريش في رد الرسول وأصحابه عن دينهم؟ سؤال مهم، خلي بالك، سؤال ممكن يجي ويزعلك. قول له راحت عامله بقى الخطه الثانيه. قامت بعرض الاموال والزعامه على الرسول فرفض. حصرت قطعه مسلمين واي حد وقف بجوارهم زي بني هاشم وبني مطلب. واستمر الحصار 3 سنين. يبقى حصار قريش للرسول واصحابه استمر 3 سنين. صح ولا غلط؟ صح. طيب خلي بالك، انا بص الاسئله اللي بتطلع من بقي دي، اخد بالك انت اكيد قاعد مش بتفكر شبه الحيوان، اكيد بتعلم على الجزيئات دي في الكتابه عندك او في المذكره بتاعتنا. ماشي. طيب
الهجرة للحبشة عندي عليها سؤال مهم، قال لي بما تفسر هجرة أصحاب الرسول إلى الحبشة؟ ليه كانوا عايزين يهاجروا؟ طبعا بسبب العذاب الكبير اللي كانوا بيتعرضوا بيه من قريش، بسبب اشتداد إيذاء قريش لهم. فأمر الرسول أصحابه بالهجرة لمين؟ للحبشة. ليه بقى؟ ليه بقى يقول لك بما تفسر؟ خلي بالك بقى من اللي جاي. خلي بالك بقى من اللي جاي. خلي بالك بقى من اللي جاي يا مستر. يقول لك بما تفسر أمر الرسول بالهجرة إلى الحبشة. قل له لأن ملكا النجاشي لا يظلم عنده أحد. أكيد أنت بتكتب عندك الأسئلة دي يا حيوان يا بقرة. طيب اللي بعده. اللي بعده. بما تفسر تسمية أبو بكر الصديق بهذا الاسم؟ ليه سميناه بالاسم ده؟ لأنه صدق النبي. لأنه صدق النبي حين كذبته قريش. لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج وكان بيحكي لقريش فكذبته. فالناس حكوا لأبو بكر الصديق وقال لهم على طول، قال لهم إن قال ذلك فقد صدق. إن قال ذلك فقد صدق، على طول صدقوا. طيب تعال نخش في الأسئلة اللي بعديها. بما تفسر ليه الخطة بتاعت الرسول نجحت في الهجرة ليثرب لما راحوا يهاجروا المدينة؟ لما راحوا يهاجروا المدينة. ليه الخطة نجحت؟ طبعا توفيق الله وعنايته بالرسول. بعد كده بقول له بقى إيه؟ السرية التامة والتخطيط الجيد واختيار القادرين على تنفيذ المهمة. بس كده بس كده. تعال نخش في اللي بعده. بما تفسر ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجد في المدينة؟ ليه بنى مسجد في المدينة؟ ليه بنى مسجد؟ ليه عمل مسجد؟ قال لك ليكون دار للعبادة، واحد، ليكون مقر للحكم، اثنين، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. خلاص يا معلم؟ طب مستر هو كان أول مدرسة دار الأرقم ابن الأرقم. أيوه الله ينور عليك. ماشي. طب تعرف إيه أول سفير في الإسلام؟ ما تعرفش؟ أول سفير مصعب بن عامر. أول سفير مصعب بن عامر. عيبك إن أنت مش مذاكر حيوان. أنا عايز سؤال هنا مهم أوي 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 أوي. أولاً عايزك تعرف يعني إيه مهاجرين ويعني إيه أنصار. المهاجرين الناس اللي هاجروا دول أهل مكة اللي راحوا للمدينة، والأنصار دول أهل يثرب أو مدينة اللي بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه بأموالهم. خلاص يا معلم؟ ماشي؟ طيب جميل أوي. يعني إيه صحيفة أو دستور؟ ده كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه وحط فيه قوانين خاصة باليهود الموجودين معاهم في المدينة، وأمنهم فيها على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم. طب عليا أحفظ دول؟ وعايزك تحفظ اللي جاية دي. بما تفسر لأصدر الرسول صحيفة المدينة؟ قل له لأن الرسول أراد أن يضع نظام، عايز نظام يحدد حقوق وواجبات كل الناس اللي عايشة وكل من يقيم في المدينة من المسلمين وغير المسلمين. مين دول؟ اليهود وخاصة اليهود. وضع بنود بتتضمن خاصة اليهود. ليه بما تفسر وضع الرسول بنود خاصة باليهود؟ اكتب السؤال ده عندك. لأنهم أخطر فئة في المدينة وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمن جانبهم فوضع نصوص خاصة بهم. خلاص؟ طيب تعال نخش في اللي بعده. الغزوات والسرايا. السرايا والغزوات لازم يجي عليها سؤال في الامتحان. خلي بالك أنا بقول لك الحيوان. خلاص؟ طيب يجي عليها سؤال ازاي يا مستر؟ يقول لك عرف السرايا. مالها؟ دي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها. كنت بقول عليها ازاي؟ ايه السرايا؟ حملات وجهها الرسول ضد المشركين ولكن لم يحضرها. الله. طب وايه الغزوات؟ ايه الغزوات؟ معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول ضد المشركين. حلو قوي. طب أهمية دي يا مستر؟ إضعاف قوة قريش الاقتصادية. طب أهمية دي؟ الدفاع عن الدين الإسلامي وحماية نشره بين الناس جميعا. حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. طب اللي بعده عايزك تعرف فيه شخصيات مهمة. قال لك أبو سفيان ده مين ده؟ قول له كان قائد القافلة اللي كانت غير طريقه. فاكر في غزوة أيوة الله ينور عليك. لما كانوا عايزين يعترضوا القافلة فعلم أبو سفيان فغير طريقه ونجا بالإيه؟ بالقافلة. وشوف اللي بعده. الحباب بن المنذر. عايز أعرف إيه؟ قال لك ده اللي أشار على الرسول إن هو يعسكر جنب أقرب بئر من المشركين. ماشي. طيب مين تاني؟ قال لك خالد بن الوليد. مين ده؟ ده اللي استغل الفرصة واستدار من خلف الجبل بالجيش وانقض على المسلمين في غزوة أحد. طب مين اللي خالف أوامر الرسول؟ الرماة خلفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم ونزلوا. ليه؟ لجمع الغنائم. مستر يجي عليها سؤال؟ يجي عليها سؤال زي اللي جاي ده.
لا مش استنى، المفروض اللي جاي كده انا حاطه انا هنا. يا ولد يا ولد انا مش حاطه، اخس عليك. المهم كده كده ايه، نرجع ليه هنا. طب يجي سؤال يقول لك ما النتائج المترتبه على مخالفه الرماة اوامر الرسول. ما تقلقش انا حافظ يا باشا المنهج كله هنا. مخالفه الرماة اوامر الرسول، قول له تحول نصر المسلمين الى هزيمه، واستغل خالد بن الوليد الفرصه واستدار من خلف الجبل، اقسم بالله تاخد الدرجه النهائيه. حلو. طب بما تفسر يا مستر، بص السؤال ده جامد بقى، انا نجم اقسم بالله نجم. بما تفسر مخالفه الرماة اوامر الرسول، قول له لجمع الغنائم. بس كده والله يا مستر، والله وتاخد الدرجه. حلو قوي. طيب صلح الحديبيه عايزين نعرف فيه ايه؟ عايزك تعرف في حاجات مهمه قوي 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 قوي. ايه يا مستر؟ ظروف عقده. احكي لك قصته بما صح. خرج الرسول رايح لمكه بسرعه كده، خرج الرسول رايح لمكه عشان يقدم مناسك الحج. فبعت عثمان بن عفان قال له يا عثمان يا ابن عفان، يا عثمان اذهب الى قريش، اذهب الى قريش وبلغهم ان احنا مش جايين في حرب. فراح عثمان بن عفان وبلغهم، قال لهم يا قريش احنا مش جايين في حرب. فرفضوا واتاخر عثمان، فالرسول والناس اتقال لهم او شيعة ان عثمان مات، فالرسول قال لهم بايع بص اهو شيعة انه مات، وبايع المسلمين في بيعة الرضوان على قتال قريش. يبقى سببها بانه شيعة ان قتل، او شيعة ان عثمان بن عفان قتل. بما تفسر بيعة الرضوان قل له لانه شيعة ان عثمان بن عفان قتل، فبايعهم وقال لهم يلا بينا هنحارب. فسرعان ما رجع عثمان بن عفان، وراحت قريش بعت الرسول قال لك يلا بينا نتصالح. طب شروط الصلح هي دي بقى اللي يسأل عليها. يقول لك شروط صلح الحديبيه، قول له ايقاف الحرب بين الطرفين لمده 10 سنين، وتأجيل دخول المسلمين لمكه للعام القادم، ومن اراد اللي عايز يدخل حلف محمد فليدخل مثل قبيله خزاعه، ومن اراد اللي عايز يدخل في حلف قريش فليدخل زي قبيلة بكر. ومن أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده، اللي يجي من قريش للمسلمين ما ترجعه لناش يا رسول الله، واللي يجي من محمد لقريش رجعه. اللي يروح لك يا قريش من آل محمد رجعهن. خلاص؟ طيب يلا بينا في اللي بعد. كده وقفنا على الجزء المهم، الشورى. كده وصلنا خلاص في الاخر او الوحده الاخيره. نظام الشورى يقول لك عرف نظام الشورى. مالك يا بنت النقطه مش عايز تعمل لي؟ يلا نظام الشورى قال لك ده نظام اتبعه المسلمون، نظام اتبعه المسلمون لاختيار الخلفاء يقوم على الانتخاب والترشيح. طب عرفنا الشورى، تعال نعرف يعني ايه خلافه. هو شكل من اشكال الحكم، اقر المسلمون اقر المسلمون اقر، شكل من اشكال الحكم اقر المسلمون اقر، شكل من اشكال الحكم اقر المسلمون اقر المسلمون اقر. بعد وفاة الرسول يقوم على اختيار من يتولى الامور في الدين والدنيا نيابة عن الرسول. والله انت سكرة، ارجع بقى احفظ الاغنيه دي مع نفسك. على السؤال اللي بعده، بما تفسر اختيار المسلمين لابي بكر الصديق خليفه المسلمين، قول له ده اول من امن او اسلم من الرجال، واختاروا الرسول لصاحبه في الهجره. يا جميل. وجاهد بنفسه وماله واولاده. حلو. وشارك الرسول في كل غزواته. ايه ده؟ مين ده اللي شارك الرسول في كل غزواته؟ ابو بكر الصديق، افتكرها. وجعل الرسول اماما للمسلمين اثناء مرضه، كان إمام للمسلمين أثناء مرض الرسول، وكان أكبر الصحابة سنا. بس كده حبيب قلبي. طيب تعالى بقى نشوف خطر المرتدين. مين دول؟ دول قبائل عربية خرجت من الإسلام بعد وفاة الرسول، ورفض منهم دفع الجزية، ومنهم من اتبع مدعي النبوة. يعني يا مستر، ناس قالت لك مش هندفع الجزية ومش هندفع فلوس، وناس قالت لك اعوذ بالله واستغفر الله العظيم انا النبي. شفت الناس وصلت بيها الفجر لحد ايه؟ ماشي يا مستر، خش يا واد في اللي بعده. يجي سؤال هنا مهم قوي قوي قوي. انا عارف ان انت حافظ الحته دي كويس قوي. يقول لك بما تفسر امر الخليفه ابو بكر الصديق بجمع القران الكريم. قول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظه القران الكريم. هيجي لك سؤال زي ده وما تخافش.
لما يقول لك امر خليفه ابو بكر بجمع القران الكريم، قول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظ القران الكريم. يا ولا خش تعالى بقى. يقول لك قارن بين معركه القادسيه ومعركه اهي نهاوند. طب تعالى نروح ونرجع. ماشي. القادسيه 15 هجريه، المسلمين والفرس، قائد المسلمين سعد بن ابي وقاص. طب النتائج طبعا انتصار المسلمين وهزيمه الفرس، مقتل رستم قائد الفرس، ودخول المسلمين مدينه المدائن عاصمه الفرس. حلو. طب ونهاوند 21 هجريه، المسلمين والفرس. حلو. النعمان بن مقرن. والنتائج انتصار المسلمين وهزيمه الفرس برضه، انتهاء دولة الفرس. يبقى دولة الفرس انتهت مع معركة نهاوند، صح ولا غلط؟ صح. ركز في الأسئلة، أنا بخطفها في النص دي. وسميت بفتح الفتوح. طب ايه ما تفسر يا مستر عدم مشاركة عثمان بن عفان في غزوة بدر؟ السؤال ده ممكن يجي يزعلك وانت اصلا لما تفتكر درس الغزوات تقول ايه ده يا مستر؟ المستر ما قالش حاجة زي دي، ده حمار، هو مش عايز درس الغزوات، هو عايز درس اصلا درس عثمان بن عفان، الخليفة عثمان بن عفان. يا حمار. قول له بسبب مرض زوجته فأمره الرسول بأن يجلس بجواره. ركز وحدد السؤال عايز يسأل فين. بما تفسر أمر عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد. بدأ يشوف الناس بدأوا يختلفوا في قراءة القرآن، وذلك لدخول عدد كبير من العرب في الإسلام، ورغبة الخليفة أن تتوحد قراءة القرآن. حلو. خش بقى في اللي بعده. بس يا معلم كده خلصت الحمد لله. خلصنا يا معلم. مستر انا اسف، كل الاسئله دي بيجي عليها امتحان. كل الاسئله دي مهمه قوي قوي قوي، لازم تركز عليها. والله عندك مشكله فيها انقلها، وقف الفيديو وانقل السؤال بره احفظه. ده لو انت حمار. ما عندكش مشكله امسك الكتاب، المذكره بتاعتنا او الكتاب الخارجي بتاعك او كتاب المدرسه، كل حاجه انا بقول عليها انت عارف هي موجوده فين في الدرس، خش حدد عليها. طب مستر انا ضايع خالص، روح بقى اتفرج على فيديو المراجعه وبعد كده بقى تعالى هنا. ما ينفعش تتفرج على الفيديو غير لما تكون متفرج على فيديو المراجعه. خلاص. طب مستر انا شويه وحلو وذاكرت وجميل قوي، بس خش بقى اتفرج على الفيديو ده انت زي الفل. شوف وشك على خير. اخوك وحبيبك عبد المصطفى.